بتدور أحداث حكايتنا النهاردة في عالم السحر. كانوا كل اللي عايشين في العالم ده بيمتلكوا قوة سحرية واتولدوا بموهبة السحر. كان اللي بيعرف يطير واللي بيعرف يتحكم في الأشياء من غير ما يلمسها، وقدرات ومواهب تانية كتير، لغاية ما بقى السحر شيء عادي وأساسي من أساسيات الحياة. كل الناس عندهم اعتقاد إن السحر ده هبة من ربنا علشان يميزهم بيها، وكل ما زاد أو قل إتقان الشخص للسحر كان بيحدد مكانته في العالم. حتى التنانين كانت موجودة وبتطير في السماء بحرية، وكانت شيء عادي جدا. بس في وسط كل ده كان في عمق الغابة شاب اسمه ماش، كان الوحيد اللي بيتحدى قوانين الطبيعة. بيتدرب بشكل مكثف وقوي وبيرفع أثقال تقيلة جدا بسهولة وكأنها هوا، وكان سريع جدا. ماش كان عايش في الغابة مع أبوه العجوز ريجرو. الاتنين كانوا منعزلين تماما عن البشر. ريجرو بيقول لنا إن في شبابه كان متهور جدا وما بيعملش حساب لحاجة، بس لما كبر ووصل للسن ده، لما بقى عنده 75 سنة، يعني اتعلم من تجاربه إنه يتحمل ويبقى أهدى بالطرق الجديدة اللي اتعلمها في مواجهة التوتر والضغط. هتستغربوا إن الطريقة اللي بيقول عليها دي تبقى بإنه يصرخ. ساعتها كان ماش رجع البيت وبيحاول يفتح الباب ومش عارف، فبيخلعه من مكانه وبيدخل. ريجرو بينهار وبيصرخ بقى له صوته، والمفروض إنك تفتح الباب مش تشيله من مكانه. ساعتها ماش بيقول له إن نسي المفروض يسحب الباب ولا يدفعه، ومن حيرته شاله من مكانه وخلاص. ولما بيلاقي ريجرو متعصب جدا علشان كسر الباب، ماش بيعتذر له وبيقول له إنه هيصلحه. الغريب بقى إن ماش بيرجع علشان يركب الباب مكانه، بس كان شاله بالعرض. الباب استحالة إنه يعدي من الحيطة، وبيفضل يخبط فيه علشان يعديه بالعافية لغاية ما بيكسره 3 أجزاء. ريجرو واقف هيتجنن وبيقول له يتعلم يفتح الباب مش بالطريقة دي. بعدها ريجرو بيسأله لو كان خلص تمرينه اليومي. ساعتها ماش بيسأله هو ليه كل تدريباته جسدية ومش بيتعلم السحر. ريجرو بيقول إنه مختلف وما عندوش القدرة إنه يتحكم في السحر. بيقول له إنه يخرج في الغابة شوية ويطلب من ماش إنه ما يخرجش من البيت ولا يروح المدينة في غيابه. بس أول ما ريجرو بيمشي، ماش بيروح المدينة علشان يشتري فطاير الكريمة اللي بيعشقها. من أول ما بيدخل المدينة بيستغرب إن كل الناس بيستخدموا السحر في كل حاجة، حتى أبسط الأشياء اللي ممكن يعملوها بإيديهم من غير ما يتعبوا. المهم إنه بيوصل المخبز علشان يشتري الفطاير اللي بيحبها، ومن شدة حماسه كان ضغط بقبضته على الفلوس اللي في إيده وطبقها ببعضها. ولما بيديها للبايع الراجل بيتصدم، وهو مش مصدق إن ممكن حد يقدر يطبق العملات المعدنية بمجرد ما يقفل قبضته عليها. ساعتها ماش بياخدها تاني ويفردها بإيده عملة عملة، والراجل بيتصدم أكتر، بس بيديله الفطاير اللي هو عاوزها علشان يمشي بدل ما يعمل له مشكلة. ساعتها الرياح بتوقع الكاب من على راس ماش، وكل الناس بيشوفوا وشه بوضوح. كل بيستغربوا إن مفيش علامة السحر على وشه. أصل كل اللي بيمارسوا السحر واتولدوا بالهبة دي على وشهم علامة خط أسود شكله بيختلف من شخص للتاني. ماش مش بيهتم بالناس ولا بكلامهم وبيمشي. في الوقت اللي بنعرف إن تم اختيار مستنير للسماء السنة دي، وهو طالب في السنة التانية في مدرسة السحر إستون. وبنعرف إن اللي بيفوز باللقب والمنصب ده هو أكتر حد مجتهد في المدرسة، وبيظهر أعلى درجات التميز على مدار السنة، مش في اختبار 1 ولا 2 وخلاص. بعد كده بيتم ترقيته لطبقة النبلاء، وكمان بيكسب مليار لوند، وبيشتغل في ديوان السحر اللي بتكون أعلى منظمة قانونية في البلد واللي بتتحكم في كل حاجة. في الوقت ده كان في شرطي اسمه برادا سام بيعزف واحد في المكتب علشان سرق وبوظ له يومه. لما ساعتها بيجيله اتصال حد بيبلغ فيه عن ماش على انه مش متعلم السحر وماشي في شوارع المدينة بقلب جامد. ساعتها الشرطي بيروح على المدينة، بس وقتها كان في شرطي تاني وقف ماشي وبيتخانق معاه. ولما بيوقع منه الفطيرة اللي كان بياكلها، ماشي يا دوب بيمسكه من هدومه ويقطعها له، فالشرطي بيتعصب اكتر. وقبل ما يتصرف معاه كان برادا سان وصل. اول ما برادا بقى بيشوف ماش، بيعرف ان هو الشخص اللي اتبلغ عنه انه ما عندوش علامة السحر. بس الغريب ان ماش في الموقف المتوتر ده كان واقف بكل ثبات انفعالي بياكل الفطاير بتاعته ولا على باله حاجة. في اللحظة اللي برادا بيتوجه علشان يتكلم معاه، ريجرو بيظهر بسرعة البرق يخطف ماش ويهرب، وهو بيقول لهم محدش له دعوة بابنه. ساعتها برادا بيشوف ان دي فرصته علشان يترقى، فبيعمل تعويذة سحرية بتتحول لطائر سحري. برادا بيخليه يتتبع ريجرو ويراقبه. ريجرو لما بيرجع البيت بيتخانق مع ماش علشان ما بيسمعش الكلام وراح المدينة من غير إذنه ولوحده. ساعتها ماش بيعتذر له وبيديله الفطاير اللي معاه، وبيوعده انه مش هيعمل كده تاني. وما كان من ريجرو الا انه يسامحه. بيشوف قد ايه هو ندمان وبيعتذر بجد، بس بيعاقبه بيقول له يروح يضاعف تمريناته النهارده. وقبل ما ماشي يكسر الباب تاني، ريجرو بيجري يفتح له الباب. ريجرو بعد السنين دي كلها وحياته في الغابة بعيد عن المدينة كانت علشان خاطر ماش، وانه يقدر يحميه ويخبيه بعيد عن الشرطة السحرية. بس دلوقتي خلاص اتكشف ولازم يتصرف. بس قبل ما يلحق يفكر بيشوف الطائر السحري في الشباك، وفجأة برادا سان بيقتحم البيت وبيكسر الحيطة وبيدخل يسأله على ماش راح فين. ماش وقتها كان في الغابة بيتمرن، حتى الحيوانات لما بتشوف قوته بيتصدموا من قوته. بيخلص تمريناته بسرعة وبيرجع البيت علشان يكمل فطاره. بس هو على الباب بيسمع برادا سان وهو بيتكلم مع ريجرو وبيهدده. برادا سان بقى كان بيعذب ريجرو
علشان يقول له على مكان ماشي، بس هو بيرفض مع انه عارف ان ايواء شخص مالوش في السحر جريمة عقوبتها القتل. ده غير ان ماش لو اتقبض عليه هيتعدم هو كمان علشان يحافظوا على نقاء دم الصحراء ولما يكونش في المدينة اي حد ضعيف. رجله بيفتكر كل ذكرياته والصعاب اللي مر بيها في حياته، وانه برغم انه بيمتلك السحر لان الكل كانوا بيعاملوه وحش على انه فاشل وما كانش بينجح في اي حاجة في حياته. حتى اهله كانوا بيقللوا منه وهو طفل وفي شغله، لغاية ما في ليلة قرر انه يرمي نفسه من فوق مبنى. وفي اللحظة اللي كان هيرمي نفسه فيها بيسمع بكاء طفل وبيتفاجئ بان في طفل اهله اتخلوا عنه. رجله بيروح يطمن عليه ويشوف ايه اللي جابه هنا، بس لما بيشيله بيلاقي ان الطفل ما فيش عنده علامة السحر، فبيعرف ان ده سبب التخلي عنه. ساعتها رجله لما بيشيل الطفل وبيلاقيه اطمن وسكت بيفرح، لان دي كانت اول مرة في حياته يحس ان في حد محتاج له. بالفعل بياخد الطفل وبيسميه ماش، وبيروح يستقر في ابعد مكان في الغابة سنين علشان يربيه ويحميه مع انه مش من دمه. في الوقت الحاضر بقى كان برادا سام بيهدد رجله وبيطحنه ضرب علشان يقول له على مكان ماشا، بس رجله بيصرخ بعلو صوته ويقول لماش يهرب. فجأة ماش بيقتحم البيت وبيضرب الشرطيين على غفلة، ولما رجله بيقول له ما هربتش ليه، ماش بيرد عليه وبيقول له انه ما ينفعش يهرب ويتخلى عنه لان كل عيلته. ولما بيهدد برادا سام بيتريق عليه يتغلب عليه ازاي وهو اصلا ما بيعرفش يستخدم السحر. ولما بيرمي تعويذة سحرية على ماش بيتفاجئ انه اتحكم فيها بإشارة من ايده بس من غير ما يتصاب ولا يتأثر. برادا سام بيتصدم وبيهاجمه مرة تانية. في كل مرة كان ماش منيع للسحر وبيرمي تعويذاته في كل اتجاه، فبيقرر انه يستخدم اقوى تعويذة ضده. بس ماش بياخد العصا السحرية وبيرميها زي السهم على برادا سام يكسر درعه السحري ويجرح وشه. ماش بيهدده انه لو قرب منه هو وابوه تاني هتكون دي اخر ايامه على الارض. الغريب ان برادا سام ساعتها بيعرض على ماش صفقة في مقابل ان يعفو عنه هو ورجله ويسيبهم يعيشوا في امان من غير ما يطاردهم. كانت الصفقة ان ماش يدخل مدرسة السحر ويبقى مستنير السما، والفلوس والامتيازات اللي هيحصل عليها كلها تبقى من نصيب برادا سان، وبكده يبقوا الطرفين كسبانين. ساعتها ماش بيوافق. رجله كان هيتجنن لان ماش اصلا ما بيعرفش يستخدم السحر ابدا، هيدخل مدرسة السحر يعمل ايه وينجح ازاي بس. فعلا ماش بيروح المدرسة وهو مقرر انه يدخلها وينجح بقبضته مش بالسحر زي الباقيين في سبيل انه يعيش حياة امنة مع ابوه. بنعرف ان مدرسة السحر دي اكتر مدرسة مرموقة في العالم، واختبارات قبولها صعبة جدا لدرجة ان اللي بينجحوا في الاختبارات مش بيتعدوا 3%، واللي بيمتلك قوة سحرية متفوقة هو اللي يقدر يدخلها. كان عدد كبير من المتقدمين متجمعين في ساحة المدرسة مستنيين الاختبارات تبدأ، والأستاذ لوتشي كان بيراقب الكل من الشباك علشان يعرف مين من أولاد كبار الدولة جاي يشارك. بيلفت نظره ماشي اللي كان بيتدرب على رفع الأثقال، فلوتشي بيفتكر إنه بيتهيأله، وعلى ما بيجي يشوفه تاني بيتصدم لما بيلاقي ماش عامل تمرينة الكرسي الخفي وبيقرأ كتاب عن اللياقة. ساعتها بقى في الوقت ده لوتشي كان هيتجنن. يا ابني انت جاي امتحان سحر، يعني على الاقل تذاكر او تقرا كتاب من بتوع السحر اتعلم لك اي تعويذه تنفعك في الاختبار. كان رجرو وبرادسان متنكرين وبيراقبوا ماش علشان لو احتاج مساعدتهم، واصلا برادسان كان رسم لماش علامه سحر على وشه علشان محدش يشك فيه. وقبل الفيديو هنا وانزل اعمل لايك ليه علشان اللايك ده بيدعمنا انه يوصل لاكبر عدد من الجمهور. وبعد ما تعمل اللايك ارجع كمل الاحداث. لما لوتشي بيظهر للمتقدمين كلهم بينبهروا بيه لأنه المصنف السابع في صحراء السنة دي. لوتشي بيستخدم سحره وبحركة واحدة الأرض بتهتز وبيظهر صخور أخذت شكل المقاعد، وطبعا محدش شاف سحر بالقوة دي قبل كده، ولوتشي بيفتخر بكده لما بيتفاجئ برد ماش وبيقول له ما كنت دخلتنا واحدة من القاعات أسهل. لوتشي مش بيهتم بكلامه لأنه واثق إن ماش مش هينجح أصلا. المهم إن الكل بيبدأوا الامتحان، بس الأسئلة والكتابة في ورقة الامتحان كانت مسحورة وبتتحرك باستمرار ومحدش كان عارف يقرأ كلمة واحدة حتى. الغريب إن ماش بيكسر الريشة وبيرميها على الورقة وبيأمر الكتابة بإنها تتوقف، وفعلا الحروف بتوقف عن الحركة. وبيخلص الامتحان وبيسلمه اللوتشي اللي كان مصدوم وفاكر إنه هيلاقي الإجابات غلط، بيلاقي العكس وكل إجابات ماش كانت نموذجية. بيكملوا الاختبارات وماش بيبهر الكل بقوته إنه بيتحكم في الصخور وبيمشي على المية وبيعمل حاجات محدش يقدر يعملها بسحره حتى. وكل إن ماش كان بينجح في اختبار ورا التاني دي حاجة بتضايق لوتشي، فبيقرر إنه يصعب الاختبار شوية وبيعمل متاهة سحرية فيها وحوش وأفخاخ مميتة وبيديهم مهلة نص ساعة يخرجوا منها ويبقوا نجحوا في اختبار القبول. ساعتها بتظهر بنت اسمها ليمون بتطلب من ماش إنه يساعدها وتمشي معاه في المتاهة لأنها خايفة، وهو بيوافق وما كانش عنده اعتراض. بس لما بيتحركوا كل شوية ليمون بتقع في فخ مختلف، وكانت مستغربة إن ماش ولا على باله. في الآخر بتقع في حفرة، ولما بتلاقيه مش هيساعدها بتستخدم سحرها وبتأيد إيديه ورجليه وتكشف له إن حد سلطها عليه علشان تعطله وما يخرجش من المتاهة في الوقت المناسب. وبعد ما كانت فاكرة إنها كده منعته بتتفاجئ بيه وقف مرة واحدة وكسر القيود الحديد بكل سهولة
وبيسيبها وبيمشي علشان يخرج من المتاهة في أسرع وقت. ساعتها ليمون بيهاجمها أبو الهول وبيقول لها على لغز لو عرفته هيسيبها تمر بسلام. اللغز كان إيه هو الكائن اللي بيكون له 4 رجلين الصبح 2 الظهر و3 بالليل؟ لا يعرف اللغز بقى يقول لنا في التعليقات، ويوقف الفيديو وينزل يدوس اللايك المتين ويكتب الإجابة بتاعته في الكومنتات ويرجع علشان يكمل الأحداث. ليمون في الوقت ده مش بتعرف حل اللغز، وأبو الهول بيهاجمها وهي بتصرخ وبتستنجد بأي حد يساعدها، وهي عارفة إن ده نتيجة خيانتها لماشي وبتتعاقب. فجأة بيظهر ماشي وبيضرب أبو الهول وبيخرج من المتاهة مع ليمون اللي ما كانتش مصدقة إنهم هيخرجوا في الوقت المناسب. بس ماش بيفاجئها، وبدل ما بيمشي في المتاهة بيعبر من جدرانها. ولوتش كان هيجيله سكتة قلبية من تصرف ماشي اللي ما عرفش يوقفه ويخليه يسقط في الاختبار. ساعتها ليمون بتقول الحقيقة للكل لما بتلاقيهم بيهاجموا ماش وبيقولوا له إنه غش في الاختبار. بتقول لهم إن لوتش هو اللي هددها وقال لها تعطل ماش وهو هيساعدها تدخل المدرسة. وقتها لوتش بيعمل تعويذة سحرية وكان هيأذي ماش وليمون، بس ماش بكل ثبات بيكسر عصا لوتشي السحرية. ساعتها المدير وول براغ بيظهر طاير في السماء وبيوقفهم عند حدهم، وبيبدأ المقابلات النهائية للقبول في المدرسة. بيبدأ مع ماش وبينتقل بيه القاعة في المدرسة مليانة بالمستشارين السحرة بيسألوا عن سبب اللي خلاه يرجع لليمون ينقذها. فماش بيقول له علشان ما ننامش على قراري ده بعدين. لما المدير بيسأله ليه اخترق الجدران وما فكرش في انه ممكن يموت وما يقدرش يخترقها، ماش بيقول له حتى لو فكرت ده شيء كان لازم اقوم بيه مهما حصل. اجاباته بتعجب المدير جدا، بس المدير بيقرر انه يختبره للمرة الأخيرة وبيسأله هيعمل ايه لو كان اغلى حد عنده هو اللي في خطر. بيعمل تعويذة تظهر وحش عملاق ومعاه آلة ودمية، بيسحر رجله وبيسحب روحه وبيحبسها في الدمية، والسهم اللي في الآلة كان بيقرب من الدمية أكتر وأكتر، ولو طعنها هيموت رجله. ساعتها ماش من غير تفكير بيحاول إنه يوقف السهم وبيمنعه بإيديه الاتنين، وبيقول للمدير إن دي منافسة تحمل لأن التعويذة دي قوية وهتستنفذ قوته السحرية، أما هو فهيقدر يتحمل الألم للنهاية. ساعتها المدير والبرج بيلغي التعويذة وروح رجله بترجع له، وبيعرف ماشي ان ده كان اختبار واجتازه بنجاح، والمدير بيوافق على التحقه بالمدرسة. لما ماش بيبدأ الدروس المعلمة بتطلب منهم يفتحوا الإقفال اللي قدامهم بتعويذ سحرية، بس ماش بيكسره بإيده، وده بيخلي المعلمة تتعصب وتزعق له، بس هو كان بارد وبيرد بكل بساطة بيقول لها المهم انه اتفتح. بعدها فين آمس زميل ماش كان ماشي يدور على الغرفة بتاعته في السكن، لما بيتفاجئ بغرفة بابها مخلوع هو أصلا كان مرعوب انه يطلع شريك ماش في السكن، ولأن اللي بيخاف من العفريت بيطلع له فعلا بيلاقي ماش سبقه على الأوضة وخلع بابها وبيقول له إنه شريكه في السكن. ساعتها ماش بيسأل فين عن الطريقة اللي تخليه يفوز بلقب مستنير السما، ولما فين بيقول له إنه لازم يجمع عملات ذهبية وإنه يفوز في كل الاختبارات والتحديات، ماش بيعرف إن الحكاية مش سهلة أبدا، فبيقعد ياكل فطاير الكريمة علشان يرجع له سلامه النفسي تاني. تاني يوم في المدرسة كان ماشي المفروض إن عنده درس تدريب على الطيران بالمقشة، فبيستلف من فين المقشة بتاعته، ولما بيبدأوا الدرس والمعلمة بتقول لهم على تعليمات علشان يقدروا يتحكموا في المكانس بتاعتهم بسهولة، وأول خطوة إنهم يجذبوها ليهم من على الأرض. كل بينجحوا إلا ماش كان واقف مادد إيده فوق المكنسة وبيأمرها إنها تتحرك بس من غير أي رد فعل. ساعتها واحد من زماله بيجي يتريق عليه وبيقول له إنه بيعطل الباقيين علشان فاشل. ساعتها ماش بيخبط رجله في الأرض بقوة، فالمكنسة بتطير في الهواء من قوة الضربة وبيمسكها بإيده، وزميله بيقف مذهول من اللي شافه وبيفكر في سره، هو ماش ده أهبل ولا مجنون ولا إيه بالظبط؟ فالاختبار من المعلمة كانت إنها تشوف مين أسرعهم في الطيران بالمكنسة، واللي بيتريق على ماش ده بيتحداه وبتراهن معاه مين اللي هيسبق. أول ما المعلمة بتدي إشارة البدء ماش في لمح البصر كان طار بالمكنسة وانتقل للناحية التانية من الساحة، وزميله ما كانش فاهم ولا مستوعب إيه اللي حصل، والوحيد اللي أخد باله كان فين شاف إن أول ما المعلمة ادت الإشارة ماش رمى المكنسة بكل قوة في الهواء وقفز وراها قفزة قوية، استخدم قوة الرياح في تقليل قوة الاحتكاك بينه وبين المكنسة لغاية ما قرب منها وطار بيها. ساعتها بيوصل لويد واحد من التلامذة الواصلين، أبوه بيشتغل في ديوان السحر وبيتحكم في كل شيء وأكتر واحد متنمر في المدرسة، وأول ما الطلبة بيشوفوه بيقرب من ماش وبيتكلموا بيعرفوا إن ماش هيبقى أول ضحية منهم السنة دي. لويد بيتكلم مع ماش بهدوء وبيطلب منه يقابله بعد المدرسة. ماش مش بيهتم ومش بيروح يقابله، بيروح يعمل فطاير الكريمة اللي بيحبها وبينسى أصلا إنه المفروض يقابل لويد. تاني يوم كان ماش في فصله وبيتفاجئ بكتاب متولع فيه وجزء كبير منه محروق، فبيستغرب، وقبل ما يحاول يفهم بيلاقي لويد جاي يسأله هو ليه ما نفذش الاتفاق وقابله بعد المدرسة امبارح. ساعتها لويد بيعرض عليه إنه يساعده يكون مستنير السماء بجد بما إنه له علاقة ويعرف السحرة الكبار اللي ممكن يأثر عليهم. ماش بيصدقه، فلويد بيعرض عليه المساعدة في مقابل إنه يعمل كل اللي يطلبه منه. من ساعتها ولويد بقى بيتعامل
ساعتها ولويد بقى بيعامل ماس زي ما يكون بيشتغل عنده، بيخليه يشيل اغراضه وبيمسح له جزمته وبينظف الارض وكل شيء ممكن يخطر على باله علشان يضايقه. بس ماش كان بيعمل كل الحاجات دي ومش فاهم نية لويد. بعدها ماش بيعرف الحقيقة لما بيشوف فين بيتضرب من لويد وعصابته، بيعرف ان لويد كان هو اللي مسلطه يحرق لماش كتبه ويبوظها علشان ماش ما يعرفش يذاكر. ساعتها فين بيعتذر له وبيطلب منه يسامحه لانه فعلا ندمان على اللي عمله بعد ما عرف ان ماش بيعتبره صديقه الوحيد. فجأة ماش بيهجم على لويد وبيضربه لكمة في وشه وبيرميه على الأرض فقد الوعي. ساعتها كان نائب المدير فرمان شاف اللي حصل وجاي يزعق لماش، بيقول انه هيطرده علشان اللي عمله في لويد. وفي اللحظة اللي كان فرمان بيتكلم فيها وبيقول على اللي هيعمله في ماش وفين، بيفوق مرة واحدة يلاقي ماش بيضربه وهو بيقول انه ما قدرش يمنع نفسه من انه يضربه، وبيحفر حفرة كبيرة في الممر ويدفن فيها فرمان صاحي. بعدها المدير وولبرج بيستدعيه وبيقول له ان جه امر من ديوان السحر بطرده علشان يعتدي على لويد وفرمان. بس الغريب والمفاجأة الماشي ان المدير بيحرق الامر ده وبيقول له انه مش هيطرده لان اللي عمله ده كان بسبب دفاعه عن الضعيف. وبنعرف ان وولبرج نفسه ان ماشي يبقى هو مستنير السما فعلا، علشان هو الوحيد اللي قبله بيدافع عن الناس من غير تفكير في اي شيء تاني غير العدالة. والعالم اللي هو فيه قايم على ان السحرة بيضطهدوا كل الضعاف واللي ما بيتمتعوش بالسحر، وده غلط كبير. ولما وولبرج بيشرح لماشي اللي المفروض يعمله ويحققه علشان يوصل انه يكون مستنير في السماء، ماش بيغمى عليه من كتر المعلومات اللي عقله ما قدرش يستوعبها. المدير بيتفق معاه على ان كل اللي عليه انه ينجح في الاختبارات والمهمات ويجمع عملات ذهبيه وفضيه، وهو هيتعامل مع ديوان السحر ويحل المشاكل اللي بتظهر له دي. ماش من وقتها هو بقى اشهر طالب في المدرسه وبيروح له سيناباي قائد فريق الدويلو واحسن لاعب في المدرسه وبيطلب منه انه ينضم لفريقهم. ومع ان ماش ما كانش فاهم ايه الرياضه دي، سيناباي كان مصمم انه يشارك معاهم في المباراه بكره، المهم انه يطير بالمكنسه. بس ماش بيقول انه ما بيعرفش يطير بالمكنسه اصلا وسيناباي ولا كان هنا. تاني يوم في المباراة لما بتبدأ كان ماش واقف في وسط الملعب وهم بيطيروا يمين وشمال وبيرموا الكورة علشان يحققوا أهداف ويكسبوا. تاني يوم في المباراة لما بتبدأ كان ماش واقف في وسط الملعب وهم بيطيروا يمين وشمال وبيرموا الكورة علشان يحققوا أهداف ويكسبوا. ساعتها كل الجمهور بيستغربوا هو واقف في الملعب ليه ومش بيشارك في اللعبة. ساعتها سيناباي بيروح له يشجعه وبيطلب منه إنه يطير، وكل اللي عليه إنه يمرر الكورة من الحلقات. ساعتها واحد من الفريق التاني بيخبط سيناباي بقوة لدرجة إنه بيقع على الأرض وبيتصاب بكسر في كتفه، وبكده الفريق بينقص 2. الفريق التاني خلاص بقوا مطمنين انهم هيفوزوا. فجأة ماش بيطير في الجو والكل بيستغربوا انه طار فعلا، وبيحرك رجليه بسرعة رهيبة زي ما يكون جناحات بيحركها بسرعة علشان يحافظ على ارتفاعه في الجو. وفي لحظة بياخد الكرة وبيرميها في الحلقة بقوة وبترجع له تاني، وبيفضل على الحال ده الكرة في ايده طول الماتش يرميها في الحلقة لغاية ما بيعمل رقم قياسي. كان بيرميها بطريقة تخلي الكرة ترجع له تاني. من ساعتها وماش بيشتهر في المدرسة، وليمون بترجع تتكلم معاه وتحاول انها تبقى صديقة له علشان يساعدها في الدراسة. وصناباي كان مصمم انه يتمرن معاه طول الوقت. ماش ما كانش عارف يرد عليهم ولا يبعدهم عنه. لما لانس بيجي ساعتها وبيخرج من جيبه قارورة سحرية بيسحب فيها أصحاب ماش وبيحبسهم جواها، وبيقول له لو كان عاوز يحررهم يجي يقابله في الغابة عند كوخ البومة، وبيختفي. ساعتها ماش بينتقل في لحظتها للغابة وبيتواجه مع لانس. لانس كان من المميزين اللي بيتمتعوا بعلامتين سحريتين، وده معناه انه اقوى من الباقيين، وعدد قليل جدا اللي بيتمتع بالعلامتين دول، يعني واحد في كل 10,000 مثلا. المهم ان لانس كان متضايق من ماش وعاوز ينتقم منه بسبب اختبارات القبول، وانه تسبب في انه ما يكونش هو رقم 1. لانس بيستعمل قوته السحرية، واول ما بيقول تعويذة الجاذبية اللي اشتهرت بيها عيلته بيحصل زلزال في الارض وبيظهر خندق حواليهم علشان ماشي يتحبس في المكان ده، بيبقى عامل زي حلبة القتال وما يخرجش منه ويهرب من لانس. ولما ماش بيهجم عليه لانس بيعمل تعويذة الجاذبية وبيثبته على الارض بقوة جاذبية مضاعفة ومحدش بيقدر انه يكسرها او يتحرر منها. وكل ما قوة الجاذبية بتزيد كان ماش بيغوص اكتر في الارض، وفجأة ماش بيضرب الارض بكل قوته وبيخرج منها جذور الاشجار العميقة وبيضرب بيها لانس اللي بيتصدم وبيبعد عنه. بس ماش بيضربه بقوة وبيوقع منه سلسلته، ولما بيفتحها بيلاقي جواها صورة أخت لانس الصغيرة، وبيعرف إن لانس عنده عقدة الأخت وإنه بيحبها وبيحميها حتى بروحه وبيخاف عليها. المهم إن ماش بيرجع له السلسلة، ولانس بيقف على حافة المنحدر وبيهدده إنه هيرمي القارورة اللي حبس فيها أصحابه وهيستخدم قوة السحر علشان يوقعها أسرع وعلشان تتدمر. في اللحظة دي لانس بيفتكر أخته، وإنه في مرة رجع البيت بعد خناقة في المدرسة وكان متصاب بجروح كتيرة في وشه، واخته بتعالجه وهي بتزعقله علشان اتورط في مشكلة تانية. بس لما بتعرف ان اللي حصل له ده بسبب انه كان بينقذ ولد من التنمر بتفرح جدا وبتقوله انها بتحب طيبة قلبه جدا. بعدها ان بتتعب بمرض شديد بتفقد بسببه قواها السحرية بالتدريج،
في خلال 5 سنين هتكون فقدت كل سحرها والعلامة اللي في وشها تختفي، ولو ده حصل عيلتها هتتخلى عنها وتسلمها لديوان السحر زي ما قانونهم بيقول علشان يقتلوها أو يسجنوها، المهم يتخلصوا منها زي أي حد مش بيتمتع بالسحر. بس لانس ما كانش متقبل إن ده يحصل لأخته، وبيقرر إنه يكون مستنير السما علشان يقدر يساعدها، وده اللي سبب العداوة بينه وبين ماش أكبر منافس له من وقت اختبارات القبول. في الوقت الحاضر بقى كان لانس رمى القارورة من فوق الجرف، وماش في لحظة طار وراها ومسكها قبل ما تقع ورجع مكانه تاني في غمضة عين. لانس ما كانش مستوعب اللي حصل وبيحاول يفهم هو ازاي انطلق بالسرعة دي واتغلب على تعويذة الجاذبية قبل كده وطلع الجرف تاني في لحظة. بيفتكر ساعتها ان ماش بيستخدم سحر تعزيز قوة الجسد، وكان هيهاجمه تاني علشان يخلص منه وطريقه يبقى اسهل في المدرسة وما يبقالوش منافسين. ساعتها ماش كان اكتشف ان القارورة اللي لانس رماها دي كانت مزيفة، فبيفتشه بسرعة رهيبة لغاية ما بياخدها تاني، ويقول انه بيعمل كده علشان طيب ومش بيفكر في النتيجة قبل ما يتصرف، ومش مهم عنده اي حاجة غير انه ينقذ اصحابه. ساعتها لانس بيفتكر كلام أخته وإن الصفة دي كانت أكتر حاجة بتحبها فيه، فبيتوقف عن القتال وبيرجع المدرسة بعد ما بيسلم ماش عملة فضية من اللي كان مراهنه عليها. وماش كان مستغرب وبيفكر في النوم لو اتقتلوا بجد فعلا كان إيه اللي حصل. في مدرسة إستون للسحر بقى موجود 3 مهاجة، وبيتم تعيين كل طالب في واحد منها على حسب قوته وسماته الشخصية. يعني مثلا أدلر بيمثل الشجاعة والقناعة، أوركا الحكمة والرضا، ولانج القدرة والطموح. وال3 منازل بيتقاتلوا وبيتنافسوا علشان واحد منهم بس اللي يكون أقوى ويخرج منه أقوى ساحر في التاريخ. ماش وفين كانوا في منزل أدلر، كانوا ساعتها بيفكروا محتاجين كام عملة علشان يوصل بسهولة إنه يفوز بمنصب مستنير. دلوقتي مفيش معاه غير عملة فضية واحدة بس بيلاقي إن العملة الذهبية بتعادل 5 من الفضية، يعني لسه قدامه مشوار على ما يقدر إنه يجمع العدد اللي يخليه في المقدمة. وهو قاعد مع فين فكروا في الحوار ده، فين بيتجنن مرة واحدة علشان افتكر إن عندهم واجب كان مفروض يعملوه وهو كان ناسيه خالص إنهم يعملوا جرعة سحرية. ساعتها لانس بيجي ويتريق عليهم علشان لسه ما عملوش واجبهم، بس ماش بيغفله وبيخطف منه السلسلة اللي فيها صورة أخته، وأول ما بيفتحها ويوريها له لانس بيتأثر وبيضعف لدرجة إنه بيترمي على الحيطة من خبطة واحدة من ماش. ماش بقى بيسيطر عليه وبيخليه يساعدهم. كان المفروض إنهم يستخدموا النبات الصارخ في تحضير جرعة سحرية، فلانس بيوريهم إيه اللي هيعملوه. أول حاجة لانس بياخد واحد من النباتات دي، وأول ما بيشيله من التربة النبات بيصرخ وكان صوته مزعج جدا. بيستخدم تعويذة علشان تنيمه، يعرفوا يستخدموه في الجرعة السحرية. ولما فين بيجي يجرب هو كمان التعويذة اللي علمها له لانس مش بينجح في إنه ينيمه، فلانس بيدربه إنه يعمل إيه كويس. ساعتها كان ماشي في حتة تانية خالص. أول ما بيقرب من النبات الصارخ وبيحاول إنه يعمل عليه التعويذة، النبات بيصرخ أكتر وحجمه بيتضاعف وبقى شكله مخيف جدا، بقى عملاق. ساعتها ماش بيطير وبينزل بقلم على نبات، فبينام في لحظتها من قوة الضربة. بعدها لانس بيعلمهم يحضروا الجرعة السحرية ازاي، بس الغريب ان ماش لما بيعمل كل الخطوات دي اللي بيعمله في الاخر كانت فطيرة الكريمة. ساعتها لانس وفين بيتصدموا، ولانس كان بيخليه يبدأ من جديد وبيشرف على كل خطوة كان ماش بيعملها علشان الجرعة تطلع مظبوطة، بس الصدمة اللي بيطلع كانت فطيرة برضه. ولانس كان هيتجنن لانه كان شايف كل خطوة، فامتى بقى عملوا الفطيرة دي؟ في الوقت اللي كان فيه أقوى مجموعة في المدرسة في منزل لانج، كانوا زي عصابة من 7 طلبة كلهم بيتمتعوا بقوة سحرية رهيبة، والقائد بتاعهم كان مخيف وبيستخدم سحر الدميات، وبيأمر زمايله انهم يقضوا على منزل أدلر وياخدوا منهم كل العملات اللي كسبوها. بعدها كل الطلبة بيتجمعوا في الغابة علشان المهمة الجديدة. في الأول ما كانوش فاهمين هيعملوا ايه في الغابة، وقتها بيشوفوا بارت أكبر مغرور في المدرسة واللي بيكره أي حد وسيم، وكل ما بيشوف واحد من زمايله وسيم شوية كان بيضربه، أصله عنده عقدة فاهم ان اللي بيكونوا واسمين هم اللي بيفوزوا بكل شيء في الحياه، والمنافسه مش بتكون عادله بينه وبينهم. واول ما بارد بيشوف ليمون بيعجب بيها، بس اللي بيجنن انه بيشوفها رايحه تتكلم مع ماش ومهتمه بيه فبيتجنن ساعتها. المهم ان واحد من المدرسين بيظهر فجاه وبيقول لهم على المهمه، وان عليهم انهم يدخلوا الغابه يدوروا على العقارب المسحوره ويتغلبوا عليها وياخدوا العملات والاحجار اللي على جبهتها. ماش بيدخل الغابه مع لانس اللي كان بيحذره من سيلفا لانه خطير وسحره قوي وشرير ومحدش بيقدر يأذيه، ده غير ان المدرسين حتى بيخافوا منه. بس فجأة الاتنين بيتوهوا من بعض وماش بينتهي بيه الحال مع بارد. شوية وبيشوفوا بنت كانت بتستنجد بيهم يساعدوها، وبارد بيفجر الشاب اللي كان بيتخانق معاها من قبل ما يعرف حتى هو ايه اللي حصل. ساعتها البنت بتشكر بارد، بس بتطلع ان دي خطة وانها كانت بتعمل كده علشان تسحره وتستغله في انه يصطاد لها العقارب. ولما بتحاول انها تسحر ماش هو كمان مش بتقدر، زي ما يكون منيع ضد سحرها. بتقول على ان سيلفا بيستغلها وبيستخدم سحره ضدها، وبتطلب منهم انهم يساعدوها علشان ما تتورطش في مشكلة جديدة. ساعتها بارد قرر انه يعلم سيلفا درس ويبعده عنها للأبد، بس قبل ما يكمل كلامه كان سيلفا ظهر وسيطر على صخور في الأرض هاجم بيها بارد.
بارد بقى لما بيشوفه ما بيصدق وبيعمل عليه تعويذة التفجير، وكان فاكر انه كده اتغلب عليه وفجره في الوقت اللي كان لانس اتورط في انه يحمي فين وليمون، وكانوا متمسكين بيه من شدة خوفهم من العارف في الغابة المخيفة دي. بس لانس ما كانش بيفكر غير في ماش والورطة اللي هو فيها، وكان قلقان عليه من انه يتقابل مع سيلفا لانه كان باين عليه مستقصده من البداية. سيلفا وقتها كان فاجئ بارد بانه مستخبي ورا درع صخر، والقنابل السحرية ما عملتش معاه شيء، وبيهاجم بارد بقوة. ساعتها كان ماش واقف ياكل الفطيرة لما سيلفا من ضربته لبارد بيوقعها منه، وماش ما بيعصبوش اي حاجة قد اللي بيجي على الفطاير اللي بيحبها. ساعتها بقى سيلفا بيتحدى بارد انه هيسيب البنت ومش هيتعرض لها تاني لو هو فاز في التحدي، انه يتحمل 5 ضربات. بارد بيتحمس وبيوافق على التحدي، بس لما بيتفاجئ ان ماش هو كمان هيتعرض ل5 ضربات تانيين هو كمان علشان هم مع بعض، بارد بيقول له انه هيتحملهم هو لوحده. فعلا سيلفا بيهاجمه بتعويذة القبضة الحديدية، وبتخرج من الارض صخور صلبة جدا بتخبط فيه، وبيتحمل ال10 ضربات بس كان بينزف خلاص واتصاب. بارد بيطلب من ماش انه يهرب بسرعة قبل ما يتضرب هو كمان، بس ماش بيتحدى سيلفا وبيقول له ان عليه الدور يتحمل ال10 ضربات كمان بما انه خالف الاتفاق بينه هو وبارد وبيغشهم. سيلفا بيستهون بماش وكان هيضرب بارد تاني، بس ماش بيجري عليه يحميه وبيضرب هو سيلفا. بس سيلفا بيحمي نفسه بدرع صخري، بيعترض ماش بيقع على الارض. سيلفا بقى بيتريق عليه علشان اصغر منه بسنة وفاكر انه هيقدر يعلم عليه بسهولة كده، وبينزل عليه بضربات سحرية بالصخور اللي كان بيتحكم فيها. وماش بيتحمل كل الضربات دي وبيقوله في الاخر الدور عليا انا بقى وهتشوف سحر العضلة ثلاثية الرؤوس. سيلفا بيتريق عليه وبيقول له انا عمري ما سمعت عن السحر ده، انت مجنون. ماش بيطلع مجنون فعلا وبيضرب سيلفا لكمتين 2 كان طياره مسافة كبيرة. سيلفا مش بيستوعب من الصدمة وهو بينزف وبيقول ازاي ده حصل وان طاقته خلصت ومش هيقدر يواجهه تاني ولازم يشوف طريقة يهرب بيها. ساعتها كان ماش راح قاعد على جذع شجرة قصاده وبيقول له انا ضربتك دلوقتي ضربتين 2، هل انت بقى هتقدر تتحمل باقي ال10 ضربات؟ اثبت لي بقى انك الافضل زي ما بتقول. لما بيقرب منه علشان يضربه تاني كان ظهر فجأة ملك العقارب اللي على راسه نجمة ذهبية، وفي الوقت اللي سيلفا بيفرح ان ماش هيقتله العقرب بيتفاجئ ان ماش ضرب العقرب ضربة واحدة خلته يختفي في السماء والنجمة الذهبية وقعت تحت رجله. وبيكمل كلام مع سيلفا وبيقول له انه هيسيبك بس علشان انت صعبان عليا، وبيتوجه للبنت بقى وبيشيلها يرزعها في الارض يخليها يغمى عليها من شدة الألم عقابا ليها انها خدعت بارت. ولما ماش بيرجع لاصحابه بيوريهم العملة الذهبية اللي كسبها ما كانوش مصدقين. ولما بيعرف من لانس المشكلة الكبيرة اللي بتواجههم وان عصابة لانج اللي بيقول عليها الانياب ال7 بيطاردوا الكل علشان ياخدوا منهم العملات الذهبية والفضية علشان محدش من المنازل التانية يبقى هو المستنير، بياخد باله لأول مرة ان مش كلهم في منزل أدلر. وبيفتكر يوم الانضمام للمدرسة لما هيكل النيكورون السحري هو اللي حدد لكل واحد المنزل اللي هنضم ليه أول ما بيلمسوه. ولما جه الدور على ماش لما بيلمس اليونيكورن مش بيشوف في عقل ماش الفطاير وبس، وماش بيجبره انه يخليه ينضم لمنزل أدلر. لانس بيحذر ماش منه انه يقرب من اي حد في منزل لانج بما انه دلوقتي بيملك عملة ذهبية وهيكون مطمع وهيكون في خطر علشان ياخدوها منه. بس في يوم بعدها كان ماش ماشي في المدرسة وتاه، بيلاقي نفسه عند قاعة بيفتكر ان الأوضة بتاعته من هنا، فبيقف محتار برضه يسحب الباب ولا يدفعه. في الآخر بيقتل حيرته بيخلع الباب من مكانه خالص وبيدخل. القاعة دي بتاعت منزل لانج، وكان قائد الأنياب ال7 جوه بيعاقب سيلفا علشان معرفش يتغلب على ماش وياخد منه العمولات. ولما سيلفا بيترجى انه يديله فرصة تانية، القائد اللي بنكتشف انه بيتمتع ب3 علامات سحرية ودي حاجة نادرة جدا، بيستخدم سحر المخيف وبيحول سيلفا لدمية خشبية وبيعلقه على الحيطة مع كل اللي عمل فيهم كده وكان عددهم مخيف. ساعتها ماش بيدخل وهو شايل الباب في ايده وبيعتذر له انه كسره وبيقول له انت عارف انك بتكلم دمية. ساعتها ماجيا بيتعرف عليه ان هو الطالب اللي معاه العملة الذهبية، فبيسأله انت ليه عاوز تكون المستنير؟ ساعتها ماش بيرد ويقول له علشان يعيش مع عيلته في سلام. بس ماجيا بيعارضه، ولما ماش بيجي ماشي ماجيا بيمنعه بيقول له انه هيمشي من هنا بطريقة واحدة انه يسلمه العملة الذهبية. ماش بيرفض طبعا انه يديها له. ماجيا بيتحكم في دمية سيلفا وبيخليه يهاجم ماش، وقتها ماش بيتفاداه وبيقطع الخيوط السحرية اللي كان ماجيا بيتحكم فيه من خلالها وبيحرره. وفي لحظتها سيلفا بيرجع لحالته الطبيعية تاني. فجأة بيهاجمه مهرج مخيف له 6 ايدين بيكتفه وبياخد منه العملة الذهبية وبيرميها لماجيا، وبيرمي ماش بعدها بكل قوته على الحيطة. ساعتها ماش مش بيهتم غير بسيلفا اللي داس عليه بالغلط وهو ماشي، فبيشيله وياخده يوديه العيادة علشان يتعالج. ماجيا بيستغرب انه يخرج بالبساطة دي ويتخلى عن العملة الذهبية بتاعته، ومش بيقول انه مش هيتخلى عنها بس الأولوية دلوقتي لسيلفا المصاب. ساعتها ماجيا بياخد باله ان في حاجة مش مظبوطة وفي زرار ذهبي ناقص من دمية المهرج. المفاجأة
المفاجأة انه لما بيفتح ايده بيشوف العملة الذهبية بيتفاجئ انها الزرار الناقص. طب ازاي بقى؟ بيكتشف ان في اللحظة اللي المهرج رمى العملة لماجيا كماش خطف الزرار ورماه بسرعة لماجيا برضه، وسحب العملة الذهبية له تاني بقوة رئتيه اللي الكل فاكرينه معتوه وفاشل، وبيطلع انه اذكى واسرع من الكل بس بطريقته الخاصة. المهم انه بيودي سيلفا العيادة، ولما بيفوق ما كانش فاكر اي حاجة من اللي حصلت وهو دمية. بيتفاجئ بماش كان بيتمرن جنب سريره. لا ما يفوق يطمن عليه. سيلفا كان محتار ليه ماش انقذه وهو اصلا عدوه وحاول يأذيه قبل كده. بعدها المدير بيعاقب ماش بانه ينظف اكواخ البوم، ولما بيروح هناك لانس بيجي يساعده علشان يحميه وما يكونش لوحده لفترة طويلة ويقع في فخ عصابة الأنياب السبعة. كان لانس عنده حق، لأن ساعتها كان أولور وأنصر في الطريق جايين يهاجموا ماش علشان ياخدوا العملة اللي معاه. جه فجأة ماش بتظهر من تحت رجليه بركة مية وبتسحب فيها، ولانس بينصدم مش بيلحق يفهم وراح فين. بس لما بيشوف أولور وأنصر بيعرف إنهم هنا عايشين علشان العملة. الاتنين بيتقاتلوا مع لانس وماش على عملة كل واحد، يعني لو ماش خسر هما هياخدوا العملة بتاعته، ولو هما اللي خسروا ماش هياخد العملة الذهبية بتاعتهم. وساعتها أولور بيتحول لقرش مرعب وبينزل في بركة المية اللي نقل ماش ليها. أما أنصار فبيقاتل مع لانس، والغريب إن لانس ما كانش بيدافع عن نفسه وكان بيتصاب بسهولة من سلاح أنصار، والسبب في كده كان البوم، وكان خايف إن البوم الصغير يتأذي. ساعتها لانس بيعمل تعويذة الجاذبية بس أنصار مش بيتصاب بيها ولا بيحصل له حاجة. ساعتها أنصار بيتريق عليه إنه معرفش يصيبه، بس بيكتشف إن لانس هو اللي قاصد علشان يبعد البوم الصغير ويخليهم يتجمعوا عن الأكل علشان يعرف هو بقى بيتقاتل معاه. ساعتها لانس بيستخدم ضده تعويذة الجاذبية وبيثبته على الأرض في لحظة وبيكسر له السلاح بتاعه كمان. في الوقت اللي كان أولور هيتجنن من قوة ماشي اللي لسه كان بيقول إنه ما بيعرفش يعوم، بيتفاجئ بيه بيعوم بسرعة رهيبة وبيضربه كمان. ولما أولور بيتحول لقرش أكبر ماش مش بيهمه وبيضربه لغاية ما بيندمه على اللحظة اللي فكر يهاجمه فيها. بعدها ماش ولانس بيتفاجئوا بواحد تاني من العصابة ظهر، وده اللي لابس قناع. ساعتها لانس بيجي يهاجمه يتفاجئ إن سحره تعطل ومش بيعرف يعمل له حاجة، بس ماش بقى ملوش في السحر ومش بيتأثر بيه، فبيهجم عليه بسرعة البرق، بس بيلاقيه انتقل من قدامه في أقل من ثانية زي ما يكون بينتقل آنيا. بيقول لهم أنا مش هنا علشان أقتلكم، أنا جاي استرجع أصحابي. فعلا بيحبس أصحابه في القارورة السحرية وبيختفي. بعدها بيروح يهاجم واحد من منزل أوركا اللي بيتمتع بسحر الحمم البركانية، حتى انهم بيقولوا عليه سيد الحمم. ولما بيجي يهاجم الشخص ده فجأة عينيه بتتوهج بنجمة سداسية وسحر سيد الحمم بيختفي وبيقتله وبياخد منه العملة الذهبية ويمشي. في الوقت ده بنلاقي ان كتير من طلاب المدرسة بيتحولوا لدمى، ولما ماش بيروح يطمن على سيلفا بيلاقي انه فقد جزء كبير من سحره والعيادة بقت مليانة بطلبة حالتهم زيه. كان في حد بيستفز سحرهم وبيمتصه، والمشكلة ان محدش فاكر حاجة. بس في ليلة بيشوفوا ليمون وهي ماشية وحدها في الممر وفجأة تتحول لدمية، بيمشوا وراها وساعتها بيلاقوها اختفت. بس ماش كان سامع صوت خطواتها، ولما بيتتبعوا الصوت بيلاقوا ان الممر مسدود ومفيش اي مخرج ظاهر قدامهم. ساعتها لانس بيعمل تعويذة الإظهار، بيظهر باب عملاق في الأرض عليه تعويذ سحرية، ولما بارد بيحاول يفجر الباب ويفتحوا الباب مش بيتأثر خالص. ساعتها ماش كان جاب تمثال حديد وحطه جنب الباب وبيخبط الأرض بقوة لغاية ما الباب بيتفتح حاجة بسيطة، بيستخدم الدراع الجديد للتمثال ويفتح بيه الباب بقوة الرافعة، ومن قوة ضربة ماشي الباب بيخترق السقف وبيطير بره القلعة خالص. ساعتها بيلاقوا نفق تحت المدرسة، لما بيمشوا فيه بيظهر نور في نهاية النفق بينقلهم في لحظة لقاعة تانية كان مستنيهم فيها واحد من عصابة الأنياب السبعة علشان يوقفهم، فبارت ولا بتقدم المسيرة علشان يبعدوا عن طريقهم. في الوقت اللي كان وولبرج المدير في ديوان السحر بيعرف ان في 6 من اخطر المساجين في العالم هربوا بعد ما قتلوا حراس السجن، وبيعرف ان اللي ساعدهم منظمة إنوسنت زيرو. لما بنرجع لبارد بقى كان في الحلبة اللي تحت القلعة بيتقاتل مع واحد من عصابة الأنياب، وبيزرع حواليه 8 دوائر أفخاخ متفجرة ويحذروا ان لو داس عليها هيتفجر. ساعتها النائب السادس بيهاجمه بتعويذة بتخلي أغصان من الشوك تظهر من عصايته السحرية وتقيد بارد. بس أول ما أغصان الشوك بتقع على الأرض وبتلمس الدوائر المتفجرة المكان كله بيتفجر، بيفتكر إن هو اللي فاز في المعركة، بس الغريب إنه بيلاقيه لسه عايش. ساعتها الأرض من تحتهم بتبقى عاملة زي الرمال المتحركة وبيغوصوا فيها. كل واحد فيهم بيلاقي نفسه في مكان مختلف علشان دي كانت خطة فصلهم عن بعض علشان يكونوا أضعف. لانس بيلاقي نفسه في مواجهة النائب الثالث وارث مادل اللي بيمتلك علامتين سحر هو كمان، وفين وبارد بينتقلوا لقاعة تانية فيها كيوت ومايلو وبرضه كل واحد منهم عنده علامتين. ساعتها فين بيترعب وبيبكي من الخوف لأنه أدرك إنه ميت لا محالة، فبارد بيزعله وبيقوله ما ينفعش تستسلم حتى قبل ما تحاول. في الوقت اللي كان ماش لقى نفسه في مواجهة المقنع اللي كان قبله قبل كده النائب التاني في ماجيا لوبس واسمه أبس، واللي كان اكتشف لما ماش هاجمه يومها إنه مش بيتمتع بالسحر
وبتبدأ المعركة بينهم. لانس لما بيهاجم وورس بيكتشف انه منيع ضد سحر الجاذبية، وانه بيقدر يحول الصخور والجدران لرمال متحركة مش بتأذيه لما يخبط فيها. مش بس كده، ده بيظهر كذا نسخة منه بيهاجموا لانس في نفس اللحظة. ساعتها بيكتشف لانس انه مش هيعرف يتغلب عليه بتعويذة الجاذبية، وانه لازم يلاقي طريقة تانية. وورس بقى بيبدأ انه يكلموا عن وجهة نظرهم، وانه مع عصابة الانياب السبعة لقى نفسه انهم لازم يقضوا على الاقل منهم مهما كانوا. ساعتها لانس بيتحكم في الجاذبية وبيرميه بشكل جانبي على الحيطة، بس وورس بينجح في انه يوسد الحيطة ويخليها زي الطمي بتحميه. بس لانس كان اكتشف الحيلة اللي تخليه يتغلب على وورس، وهي انه يهاجمه بالانقاض والصخور اللي اتكونت في الوحل اللي حوله وورس. فعلا بيقدر انه يصيبه. ساعتها وورس بيستغرب لانه كان فاكر انه اقوى من لانس، وبيفتكر ماضيه وان قدرته على السحر اكبر من الباقيين، حتى انه انضم لمدرسة السحر من الاعدادية واتعرف على الانياب السبعة وبقى واحد منهم. بس كان عشان يضمن انه يتغلب على لانس بيشرب جرعة سحرية من السحر الخاص اللي استخلصه وسحبه من طلبة المدرسة اللي اتهاجموا قبل كده. فجأة قوته بتتضاعف وبيعمل تعويذة سحرية تحول الوحل والطمي لوحش مخيف جدا وعملاق. نعرف ان وورس طول عمره كان بيعاني من عقدة نفسية بتخليه يحس انه غير جدير بالاحترام بسبب تقليل ابوه لقدراته، وانه طول الوقت كان بيجبره انه يبذل مجهود اكبر، ومهما وورس عمل ما كانش كفاية علشان يسمع كلمة تقدير او تشجيع من ابوه. وتربى على ان قوة سحر الشخص هي اللي بتحدد مكانته في العالم. ساعتها لانس بيتريق عليه لما بيلاقيه بيهين ماش، وبيقول له ان هو الوحيد اللي مسموح له انه يهينه علشان هم اصحابه، وهو اللي فكره بحقيقته والسبب في الحقيقي، في انه يكون في المدرسة هنا. فبيعمل حوالين وورس والوحش بتاعه أعمدة الجاذبية بيقول عليها قطب التعذيب، وبيشتت بيها الوحش وبيخفي خالص. ساعتها بيدي الورثة أجندة قديمة تلفت من كتر الاستعمال، وبيقول إنه لقاها على الأرض ووقعت منه. بيفهم إنهم الاتنين اتربوا بنفس الطريقة، بيئة بتحدد كل شيء بناء على المنصب والقوة السحرية. بيقول إنه ما يحبش طريقته اللي وصل ليه، بس بيحترمه جدا علشان المجهود الجبار اللي بذله علشان يكون جدير بمكانته دي. ساعتها الجملة دي نزلت على وورس زي الصاعقة، لأنه طول حياته ما كانش محتاج غير إنه يعرف إن حد بيحترمه ويقدر مجهوده بس علشان يكمل، واللي قاله له كان عدوه. في الوقت اللي كان ماش بيتواجه مع أبيس وبيطحنه ضرب، بس أبيس بيعمل تعويذة سحرية وبيعمل أسهم زرقاء على الأرض وفي الهواء، كل ما يدوس على واحد منهم سرعته تتضاعف ويهاجم ماش أسرع مما يتخيل، وبينتهي بيه الحال بيطعنه ولا 100 طعنة. بس ماش كان بيخطط لكده، وأول ما أبيس بيطعنه بالسيف في بطنه ماش بيشد عضلات بطنه، وأبيس مش بيعرف يسحب السيف أبدا. ساعتها ماش بينزل طحن فيه، فأبيس بيستخدم سحر عينيه، بس ماش مش بيتأثر برضه. ساعتها أبيس بيقوله إنه طول حياته كان مكروه بسبب عينيه دي، حتى من عيلته اللي أول ما ظهرت عينيه المسحورة وتحولت للشكل ده حبسوه في زنزانة، وبقى بيقدموا له الأكل في ميعاد محدد كل يوم، متحرم من كل شيء في الدنيا. بعدها أبيس بيعمل تعويذة بيحبس جواها ماش وبيعمل عليه أسهم إبطاء السرعة علشان ما يتحركش في اللحظة المناسبة. فعلا ماش مش بيعرف يتحرك، وأبيس بيضربه من كل اتجاه، بس بدل ما ماشي يسدد له ضربة بيضرب الأرض ويشقها من تحتهم، ويوزع قوة أبيس وبيخليه أضعف من الأول، والتعويذة بتتكسر. بيضربيه وبيرزعه مرة واحدة على الأرض، وأبيس بيستسلم وبيقول له إنه مش أول واحد يحاول يقتله، ده حتى أبوه وأمه سبق وحاولوا يقتلوه زمان. بس ماش بيقول له إنه يعتبره صديقه، وبيعرض عليه إنهم يتقابلوا بعدين ويعزموا على فطاير الكريمة. ساعتها أبيس بيقول له إن مصيره هيكرهه بسبب عينيه. ساعتها ماش بيرد عليه وبيقول له استحالة، لأنه أصلا ما بيمتلكش سحر وإنه هيكون صديقه، وبيكمل طريقه علشان يروح يواجه قابل سما ويحرر ليمون. ده في نفس الوقت اللي كان بارت وفين في مواجهة كيوت ومايلو. في الأول كيوت بتسألهم لو كانوا بيحبوها، بس برضه بيردوا عليها بالنفي. ساعتها بتغضب وبتهاجمهم علشان تقتله، لأنها اتربت على إنها أميرة ولازم الكل يحبوها وينفذوا كل اللي تقول عليه. في الوقت اللي كان مايلو راح يتعامل مع ماش ويوقفه قبل ما يوصل لقابل سما. بارت لما بيتعرض لهجوم كيوت بيفتكر طفولته وإن ما كانش عنده أصدقاء طول عمره، وإن ماش هو أول صديق له. ساعتها بتظهر على جبهته علامة، أول ما كيوت بتشوفها بتترعب، لأن العلامة دي مش موجودة غير في الأساطير، تظهر بس اللي سحرهم أسطوري لما مشاعرهم تتحكم فيهم. وبعد ما كانت كيوت فاكرة إنه هيأذيها، بتكتشف إنه فاجئها متعمد علشان ما يجيش يضرب البنات، فبتحترمه جدا. وقتها مايلو بيظهر تاني وبيستخدم تعويذة التحجير، ولما بيهاجم بيها فين وبارت فجأة بيلاقيها اتكسرت، وبيظهر رين المستنير الأخير وبيهاجمه بتعويذة الألف سيف. مايلو كان مرعوب من رين جدا وبيترجاه يسامحه، بيقول له انه انضم للأنياب السبعة علشان ما عرفش يواجه قابل سما وخايف منه. ساعتها رين بيطحنه ضرب، بيقول له العبرة بالأفعال مش بالأقوال، وبيعلمه درس محترم علشان ما يكررش الغلط تاني. وبنعرف ان رين ظهر هنا علشان المدير بلغه ان الستة اللي هربوا من السجن موجودين هنا ولازم يتعامل معاهم.
ولما بيقابل ماش بيختبر قوته السحرية علشان يعرف مدى قوته، بس بيتفاجئ إن ما عندوش أي سحر. ولما بيهاجمه بتعويذة السيوف بيتفاجئ إنه منيع ضد كل السحر ومفيش حاجة بتأذيه، فبيعرف إنه ماش اللي المدير وصاه عليه. بعدها ماش بيكمل طريقه علشان يواجه أبلسامة، وفعلا بيوصل للقاعة اللي هو فيها. ماش بيوصل لقاعة فيها قائد الأنياب السبعة، وبيلاقيهم يحتجز عدد كبير جدا من الطلبة، وبيستخدم عليهم تعويذة لامتصاص السحر منهم. وكان متفاجئ من إن ماش قدر إنه يواجه أبيس ويتغلب على سحر عين الشيطان اللي بيمتلكها. أصلها حاجة أسطورية كده، والكل في عالم السحر بيخاف منها، لأن بنظرة واحدة من عينيه السحرية دي بيقدر يبطل سحر اللي قدامه. ويشك إن ماش مش بيتمتع بالسحر، علشان كده عين أبيس السحرية ما أثرتش فيه. وقتها بيكلموا بقى وبيبرر له اللي عصابته بيعملوه، لأن العالم ده مفهوش مساواة، فلازم اللي يكونوا عايشين فيه الأقوياء، أما الضعاف فلازم يتخلصوا منهم، بالظبط زي ما قانون الغابة بيقول البقاء للأقوى. يعني أي حد مش بيتمتع بالسحر لازم يموت وما يكونش عايش، يستنفذ موارد زي الباقيين اللي ليهم قيمة من وجهة نظره، فوجودهم خسارة كبيرة مش أكتر. وكيو كانت بتراقبهم من على الباب. ساعتها أبلسامة بيتحكم في المهرج المسحور وبيخليه يهاجم ماش، بس ماش بضربة واحدة بيدمره وبيتراهن معاه إنه لو فاز عليه هيقول له على مكان ليمون. المفاجأة إن أبلسامة بيتحكم في ماش وبيحوله لدمية خشبية، بيخلي فين اللي حواليه هو كمان يهاجمه، بس ماش بيقدر إنه يقطع الخيوط السحرية اللي كان بيتحكم بيها فيه. علشان يحرر فين بيستخدم العملة الذهبية، بيرميها مرة واحدة وبيقطع بيها كل الخيوط، وبيفاجئ أبلسامة أصله ساب فين يهاجمه ومرضاش إنه يأذيه، علشان يقدر يحدد الأماكن اللي فيها الخيوط ويقطعها كلها بحركة واحدة من إيده. ساعتها أبلسامة بيتحكم في الدمية اللي معاه، وأول ما ماش بيلمسها بيتحول لدمية خشبية. ولما أبلسامة بيقرب منه علشان ياخد العملة الذهبية، لما بياخدها بيتفاجئ بإنها فطيرة من اللي بيحبهم ماش. أول ما بياخدها منه ماش بيتحول لحالته الطبيعية تاني، ودي كانت مفاجأة وصدمة لأبلسامة عمرها ما حصلت. فبيفهم إن ماش متعلق بالفطيرة بشكل مخيف، وإنه ياخدها منه تهديد كبير كان لازم يحرر نفسه. أبلسامة بيحاول الدمية اللي معاه لوحش مخيف، كانت بتنزل خيوط خفية علشان تحول أي حاجة تلمسها لدمية. كان فاكر إنه كده اتغلب عليه، بس بيتفاجئ إن ماش دمر الدمية تماما. ولما بيهاجموا أبلسامة بيفتكر أمه اللي كانت طيبة جدا وكريمة وبتتعامل مع كل الناس بحب، حتى اللي مش بيتمتعوا بسحر كانت بتعطف عليهم. بس في يوم واحد هاجمها وقتلها، وقتها وأبلسامة قرر ينتقم من الكل ويقضي على كل الضعاف. ولما بيلاقي إن ماش هزمه بيستسلم، بيقول على مكان ليمون وبيحررها، وبتنزل له عن كل العلامات الذهبية اللي كان أخدها من الطلبة التانيين. ساعتها الكل كانوا بيحتفلوا بماش الشاب اللي مش بيتمتع بأي سحر بس كان أقوى من الكل. في الوقت اللي رين بيهاجم لانس، أو بمعنى أصح واحد من المساجين الهربانين، وكان متنكر في هيئة لانس. ساعتها المجرم بيسيب رين وبيروح يهاجم أبلسامة علشان فشل في مهمته، فبيتحكم فيه وبيخليه يخنق نفسه. لما بيتفاجئ بماش جاي ومعاه صينية مليانة بالفطاير، ولا على باله شيء، كان جاي يحتفل مع أصحابه. بس لما بيوقع الصينية من ماش بيحس بصداع غريب في راسه، أول مرة يحس بيه، وبيفتكر إن ماش هو السبب، بس هو مش بيهتم وبيرجع يهاجم أبلسامة تاني. ماش بيجري بسرعة علشان يحميه، بس أبيس كان أسرع منه وبيحمي أبلسامة وبياخد الضربة بداله. ساعتها المجرم بيكتشف إن ماش لما ضربه بالحجر وهو بيرمي التعويذة على أبلسامة، مسار التعويذة انحرف شوية وما بقتش مميتة ولا حاجة. فجأة ماش بيهاجم المجرم وبيرميه بالصخور، بس المجرم الشرير بيطير في الجو وبيعمل بوابات سحرية بيخرج منها صخور غريبة بتضرب ماش، بيدمرها كلها علشان يحمي أبل وأبس، وهو مصمم إنه ينقذهم علشان يوفي بوعده وياكلوا الفطاير سوا. ساعتها أبل بيتفاجئ من طيبة قلب ماش اللي بتفكره بأمه، وأبس هو كمان بيفتكر كل اللي مر بيه. وبارد بيلاحظ إن ماش في خطر، فبيفتكر يقرب منه ويساعده، بس أبل سامة كان أسرع وبيعمل الدمية السحرية وبيخليها تهاجمه، والمجرم بيقدر إنه يتغلب عليها ويدمرها. الغريب بقى إنه كان هادي خالص، بيطلع المراية السحرية اللي بتعكس سحر الشخص على نفسه وبيقرر إنه يستخدمها ضد ماش، بس ماش بيضرب المراية ضربة بتكسرها. المجرم كان لسه بيتكلم ومش مستوعب اللي حصل. ساعتها بيتفاجئ بعلامة ظهرت في ايده بسبب انه لمس ماش، وبيعرف ان الولد ده وراه سر كبير وانه شخص مش طبيعي ابدا. وعشان يهرب بيفتح بوابة سحرية بيخرج منها ايدين ضخمة ومخيفة بتسحبه، وبيقول لهم انه اسمه وور من جماعة إنوسنت زيرو اللي بيوعدهم انه هيرجع وهيدمر العالم. بعدها كان أبلسامة اخد ابيس ومشوا. الكل بيعرف ان ماش مش بيملك اي سحر، بس كان في واحد من الطلاب اللي كان أبلسامة اتحكم فيهم فاق وعرف المعلومة دي وبيهددهم إنه هيبلغ عنه. تفتكروا بقى حقيقة ماش هتتعرف؟ ولما تتعرف هيستمر في المدرسة ولا هيطردوا؟ وهل فعلا هيبقى هو والأنياب السبعة أصدقاء بعد كل اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.